الاير فراير من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في الاير فراير. عايزه اقول لكم بيبقى خفيف جدا، ما فيش فيه زيت كتير. وانتوا عارفين طبعا ان الجمبري بيشرب زيت كتير قوي لما نقليه في الزيت العادي. لا، هو في الاير فراير كان كويس جدا، الزيت بتاعه قليل قوي. هقول لكم كمان هل الطعم متغير ولا لا. اول حاجه احنا بنظبط درجه الحراره على 200، لان هو اصلا الجمبري ما بياخدش وقت، بياخد تقريبا 6 او 7 دقائق حسب نوع القلايه بتاعتكم. كمان عايزه اقول لكم ان احنا ما بنقلبوش غير بعد 3 دقايق لما بندخله الاير فراير، عشان خاطر القشره الخارجيه بتاعته ما تفكش. بنعمل الجمبري عادي جدا، بنتبله التتبيله بتاعتنا: ملح، كمون، فلفل اسود، ليمون. وبعد كده نحطه عادي في الدقيق، نعفره كويس في الدقيق، وبعد كده نرش عليه رشه زيت كويسه. لازم طبعا الجمبري كله يبقى متغطي بالزيت كويس، مش زيت كتير يعني، بس يبقى لازم كل الجمبري متغطي بالزيت. هنكون مسخنين قبلها الاير فراير قبلها بدقيقتين على درجه حراره 200. ننزل طبعا من الجمبري والاير فراير هتبقى سخنه. نسيبه، هنبدا نقلبه بعد 3 دقائق، ما نقلبوش قبل 3 دقائق عشان خاطر القشره بتاعته ما تفكش منه، يكون بدا خلاص ان هو دخل في السوى. ما بياخدش وقت، بقى طعمه حلو، طعمه مختلف عن الجمبري اللي معمول في الزيت ولا لا؟ ايوه طعمه مختلف، بس مش للاوحش، بالعكس انا حاسه ان هو للافضل، لانه الجمبري ما بيبقاش شارب زيت كتير. فانتوا بتقدروا تحسوا بطعم الجمبري اكتر من اللي بيبقى في الزيت. يعني انا كنت عامله حبه في الزيت وعامله حبه في الاير فراير، حتى ما كنتش حاطه كتير لاني كنت اول مره اجربه. لا، ففي الاير فراير خفيف جدا، مش شارب زيت. تحسوا كده بطعم الجمبري. في اختلاف سنه، بس اختلاف حلو مش اختلاف وحش. اتمنى ان انتوا تجربوه بالهنا والشفا، وشكرا لكم.